لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صباح الفل، صباح الخير. بالدخول للملاجئ فورا. إذا الوضع يبدو أنه يتجه نحو مزيد من التصعيد مع جبهة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد، يوم قبل التجديد كده والتغيير. انا قلت لكم ان انا هعمل شويه تغييرات وتجديدات في الفيديو هتعرفوها معايا ان شاء الله. بس قبل ما ابدا الفيديو، قبل ما اقول لكم اي حاجه، جايبه لكم مفاجاه كمان معايا. عايزاكم تدعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب يا رب يا رب، ويفتح لهم ابواب النصر من عنده، اللهم امين يا رب العالمين. فانا كنت هنا بس عايزه اقول لكم ان في اول الفيديو الصبح بدري انا قمت، انا عارفه هدفي ايه وهو المطبخ. كنت مخليه شقتي كلها مرتبه، وانا بعمل كده قبل ما ابدا اي تجديد وقبل ما ابدا اي حاجه. فهدفي النهارده ان شاء الله هو المطبخ، عشان اما ابدا ان انا مثلا اعمل التجديد والتغيير اللي احنا عايزينه، ونعمل ان شاء الله اوضه ليفينج كده تكون حلوه وجميله وتليق بينا كده، وتبقى حاجه جميله ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نعمل ده نكون احنا الحمد لله رب العالمين عملنا اللي احنا عايزينه يعني، وفي الشقه وكده، وما يكونش ورانا حاجه، عشان الشقه كلها ما تتكركبش علينا ونحس كاننا بننقل من اول وجديد، وتلاقي الدنيا كلها اتفتحت عليكي. فعشان كده بقى دخلت دلوقتي بقى على المطبخ، وقلت بقى ايه، ابدا ان انا اغسل المواعين. كان عندي مواعين كتير، والصراحه انا الصراحه غسالة الاطباق عندي شغاله وكل حاجه، وعندي المسحوق، بس انا ما رضيتش احط فيها اي اطباق. كنت عايزه اللي هو اقف افكر شويه، اخترت ان انا اغسل مواعين وانا واقفه معاكم عشان اشجعكم، عشان كمان انا اكتر وقت بحب ان انا افكر فيه واتعمق كده واسرح في حاجات هو الوقت اللي انا ببقى واقفه فيه قدام المواعين وانا بغسل المواعين. يعني قولي مين زي كده لما اكون عايزه افكر في موضوع ادخل اغسل المواعين. بحس ان انا ببقى واقفه، طبعا اولا ما فيش جنبي حد، ثانيا اللي هو مركزه، يعني ايديا في المواعين ومركزه كده مع دماغي وسرحانه شويه في التفكير. فاكتر وقت بحب افكر فيه هو الوقت ده. فقلت بقى خلاص كده ابدا ان انا اغسل المواعين بتاعتي. كان عندي طبعا حاجات كتير، لانها لميت الشقه كلها بره زي ما انتم شايفين، مرتبتها اللهم لك الحمد. ودخلت بقى ايه على كده، دخلت على المطبخ على طول. بصوا انا قاعده دلوقتي بسجل لكم الفيديو وانا قاعده بتابع الاخبار على التلفزيون. قد ايه قوي ان انا مش قادره اشيل عينيا من على الاخبار، مترقبه وزينا كلنا وزي حالنا. والنهارده بقى انا عايزه اعرفكم بقناه جديده، عايزه اوريها لكم كده. الاول بجد قناه تحفه ما شاء الله، صاحبتها زي القمر وزي العسل، ست كده ما شاء الله عليها، بيتها جميل قمر زيها، واسلوبها يعني ما شاء الله كلها ذوق وادب ورقه. ان شاء الله هتشوفوا الفيديو بتاعها دلوقتي، بجد قناتها جدا هتعجبكم ما شاء الله، كل حاجتها ذوق كده وهي كده يعني جميله باذن الله هتعجبكم. هسيبكم بس تشوفوا المقطع بتاعها، وهرجع بقى معاكم تاني عشان اقول لكم ايه اللي هيتم وهنعمل ايه مع بعض النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الناس اللي اول مره تشوفني وهي ما تعرفنيش، احب اعرفك بنفسي. انا اسمي ايمان، ودي قناتي باسم امونه شانل. بصوا يا رب باذن الله كده الفيديوهات اللي انا هقدمها تعجبكم، ويا ريت لو انت اول مره تشوفيني يا ريت تنوريني بالاشتراك اذا الفيديو عجبك، وتسيبي لي كومنت حلو، واكيد لايك حلو وجميل زيك. ويا رب يا رب فيديوهاتي تعجبكم وابقى ضيفه خفيفه على قلوبكم، واتمنى منكم ان انتوا تسيبوا اثر طيب في فيديوهاتي. بتمنى باذن الله كل حاجه هعملها في الفيديوهات تعجبكم. وده روتين باذن الله نازل على القناه بتاعتي، بتاع توضيب الاوضه بتاعتي واوضه ولادي. وباذن الله هتلاقوا روتينات حلوه جدا جدا جدا. وما تنسينيش ان شاء الله كده في دعوه حلوه من قلبك، تدعي لي وتدعي نفسك كده بدوام الصحه وراحه البال. وباذن الله باذن الله فيديوهاتي كلها تعجبكم، وبتمنى منكم ان انتوا تشجعوني وتشوفوا الفيديوهات بتاعتي وتكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم. اسيبكم في رعايه الله وامنه، لا اله الا الله.
بجد قناتها تستاهل، وحد كده زي القمر، ومش عارفه ليه انا قلبي حبها من اول ما شفت قناتها ومن اول ما كلمتها والله العظيم بجد. وانا اللي عرضت عليها على فكره ان انا اظهر قناتها ليكوا، لانها بجد بجد حد كده ما شاء الله. ربنا يا رب يبارك لها في اولادها يا رب، وفي صحتها وفي بيتها، ويرزقها يا رب ويرزقنا يا رب العالمين. فالمهم بقى ايه، خلصت بقى على المطبخ ده كله، هنخلص عليه. وفاكرين بقى البوتاجاز هتشوفوه النهارده الحمد لله رب العالمين راجع بيلمع وزي الفل. بس الصراحه الفواني يعني عايزه بقى تتعمل وكده، بس انا هوريكم يعني عملت فيها ايه على قد برضو ما قدرتي، لان انا الايام اللي جايه باذن الله هاخد بنصيحتكم زي ما انتوا قلتوا لي كلكم. يعني بجد فتحتوا عينيا الفيديو اللي فات على حاجات هي اصلا كانت تايهه عني، ما كانتش في بالي خالص وما جاتش اصلا على بالي. حاجات زي ايه بقى يا نودي؟ حاجات زي اللي انتوا كتبتوها لي. طب والله لا كويس انه قالك بدري، لا والله دوري، لو اقتراحات كلها جميله وحلوه. وانا معاكم والله، ان انا ان شاء الله يبقى عندي شقه ملك. انا كان عندي قبل كده على فكره، بس كنت واخداها تقسيط وما قدرتش ان انا حتى اسد، يعني سددت جزئين بس من اقساطها وما قدرتش يعني اكمل. كان عندي ظروف كده وايام ولادة صالح، وكنت بمر بظروف صعبه، فاضطريت ان انا ابيعها واسد بقيه اقساطها وارجع المقدمه بتاعتي بالقسطين اللي انا دفعتهم، وزياده عليهم مبلغ يعني بسيط، هو ده اللي كسبته يعني منها. بس ان شاء الله باذن الله فعلا الواحد المفروض يفكر. بس ممكن بقى يعني انا عايزه كده اروح لحماتي واميل عليها واقول لها ايه، دخليني كده في جمعيه كبيره محترمه كده اللي هي تكون مبلغ كويس، بحيث انها ادفع مقدمه شقه. بس المشكله بقى بتبقى الشقه التقسيط دي بتبقى مشكله لو انت قسطها انت ما سدتيهاش في ميعادها، دي بتبقى انا مجربه قبل كده بتبقى الازمه. وحته ان بس هي لازم تتجاب كده كله، يعني كل اللي حواليا وكل الناس، وطبعا المفروض الواحد برضو ياخد بآراء الناس اللي حواليه. هما اقنعوني ان عمر الحاجه ما هتيجي فوري، لان اساسا احنا عندنا 800 ألف 900 ألف مليون و200 أرقام كده فظيعة. طبعا في اسكندرية في أماكن كل الناس كلمتني عنها إن هي كويسة، وأنا عارفة والله العظيم. بس أنا مش عارفة أنقل يعني من مكاني ومن بلدي، وبعدين أنا جوزي وحيد هسيبه أهله وهسيبه، فاللي هو مش عارفه متردده في حته ان انا اطلع من دمنهور وانقل اسكندريه دي. وبرده انا ليا واحده صاحبتي في 6 اكتوبر بتقولي طب تعالي هنا الايجارات رخيصه وكلام من يعني 1400 1200 والحاجات دي دلوقتي دي اسعار رخيصه. فانا برضو متردده، يعني انا مش عايزه الخبط حياه ولادي، وانا بحب البلد هنا جدا، بلدنا هنا تحفه وجميله. وانا يعني بحب، انا بيبقى شويه عندي انتماء للمكان اللي انا فيه. بحب اسكندريه وبحب القاهره وبحب كل المحافظات بتاعتنا وبحب كل بلادنا العربيه، ربنا يحفظها يا رب بحفظه. بس انتماء بقى للمكان اللي انتي كبرتي فيه ونشأتي فيه، انتوا عارفين الحته دي. فان شاء الله هحاول. انا كان عندي كده اقتراح كنت عايزه اقوله لكم، وانتوا بقى هتدلوني اذا كنت انا تفكيري مثلا صح غلط. طب ايه؟ طب تفكيري ايه هو بقى الاقتراح ده؟ ان انا كنت عايزه اشتري سطح. يعني افكر ان انا في ناس بتقولك اشتري بيت من بابه، بس صعب. انتوا عارفين لو لقيت سطح كده وابنيه واحده واحده على مهلي واشطبه، انا هعمل كده والله، انا هعمل كده. بس سطح بقى يكون في حدود 100 ألف 150 ألف. بس انا مش عايزه المشكله الازليه ان انا مش عايزه في اماكن معينه، يعني انا عايزه في مكان حلو زي اللي انا قاعده فيه، في مكان قريب منه. مش عايزه ان انا اروح اماكن انا ما بحبهاش زي الشقه اللي فاتت دي. كانت في مكان عمري في حياتي ما ارجع ان انا اعيش فيه تاني، حتى لو انا هعيش في قصر هناك ملك انا مش عايزاه. سبحان الله هو كده بقى. فالمهم انا بعد ما خلصت بقى المواعين قلت بقى ايه، كل المواعين والكلام ده كله كان قبل ما صالح يصحى. فلما صالح صحى عملت له يعني فتت قطه، وعملت لمحمد كمان عشان هو كان صاحي. انا بحب قوي الفطار ده على فكره، بنبسط قوي لما الطفل ياكله، بحس كده ان بتبقى حاجه مشبعه وجميله ومبسوطه ان هو يعتبر شرب كوبايه اللبن كلها وكل العيش. فعملت له فتت القطه، وعملت لنفسي بقى كوبايه نسكافيه كده تفوقني، لان انا اصلا طبعا ده النسكافيه اللي احنا عملناه مع بعض. شفتوا بقى رغبته عامله ازاي؟ تحفه. انا اصلا كده فطاري خفيف خالص، والنسكافيه انا بشربه من غير سكر، هو اصلا انا عاملاه وضرباه بسكر، يعني كفايه اللي فيه.
بس فبعد بقى ما شربناه كده وارتحنا شويه وخدنا وقت من الراحه، وطبعا العبايه كانت عليا تتعصر ميه كده مطرح المواعين. انا لما اغسل المواعين بالذات في التصوير، على فكره انتوا عارفين بره التصوير عادي، لا ممكن اغسل مواعين وعادي مفيش مشاكل، بس هو بس التصوير عشان الكمام وكده ما بتبقيش مشمره كمامك، فهو ده بس اللي بيغرق الدنيا. فغيرت بقى هدومي كده وارتحت شويه، وبعدين قمت بقى لمعت المطبخ كله. اللي هي مساحه الباركيه بتاعتي دي بتبقى حلوه قوي في التلميع، ببقى حاطه عليها شويه كلور كده. وعايزه اقول لكم بقى اللي هو بيلمع وبيطلع اي بقعه في الحيطه او اي بقعه على المطبخ وبيخليها زي الفل. المطبخ بتاعي انا عايزه اعمل لونه بينك كتغيير، بس مش هغير المطبخ بتاع الشقه، يعني الظرف التانية جميلة كده وكفاية اللي انا عاملاه فيها. فعايزة اعمل بس الجنب اللي هو بتاعي انا، بس اللي هو المطبخ اللي هاخده معايا وانا ماشية من هنا، مش عايزة اعمل المطبخ اللي هو اصلا بتاع الشقة. فاهمين قصدي؟ فانا مستنية بس رأيكم في الكومنتات. المهم تعالى بقى اقول لكم انا عملت ايه وايه. دي زهرة، الزهرة دي انا بعملها الغسالة الاوتوماتيك. طبعا انتوا لو رحتوا في اي هايبر هتلاقوا زهرة موجودة للغسالة الاوتوماتيك، زهرة سايلة. عبارة عن ايه الزهرة السايلة دي؟ عبارة عن مية على زهرة بس متقلبين في ازازة كده، بتتباع ب25 جنيه. انا معرفش على ايه، لان هي بس الزهرة متقلب عليها مية متدوبة، لان الزهرة ما ينفعش تحط في الغسالة الاوتوماتيك وهي بودرة. فانا ولا بجيبها ولا بعملها في البيت زي ما انتم شايفين. حبه زهره يا دوبك معلقه، يعني معلقه كبيره كده زهره، وبحطها ببرطمان ميه وبقلبه كويس، وكل ما باجي استخدمه برجه وبحط منه حبه في المكان بتاع الشطف بتاع غساله الغساله الاوتوماتيك، وبيخليه يظهر لي الغسيل وبيطلعه لي زي الفل باذن الله. بوريه لكم بيطلعه جميل وزي الفل، ولا بشتريها ولا حاجه. ده انا سنه 5 جنيه بتعمل لي كام برطمان زهره؟ يجي بتعمل لي كده ايه 5-6 برطمانات زهره اللي هو ب25 جنيه ده. بجد جربوها لو انتوا بتحبوا تزهروا في الغساله الاوتوماتيك. يعني لما جربت التأثير في الغساله الاوتوماتيك حبيته، وبقيت تقريبا مره لا بزهر بدل ما استنى فتره طويله وازهر على الغساله العاديه. بس بعد كده بقى جه في دماغي ونطت في دماغي، كان عندي كده بواقي دقيق، فنطت في دماغي ان انا اعمل ايه، ان انا اعمل قرص كده محشيه جبن. فرحت لقيت نفسي عجنت العجين، رغم ان انا كان عندي حاجات ياما قوي، واليوم ده انا كنت عامله فيه حاجات كتير، وكنت لسه بقى عامله غدا وحاطه غدا للولاد وكده. مش عارفه ايه اللي وزني ان انا اعمل اعجن وكده، وقلت اعمل شويه قرص للولاد للصبح يعني او كده وفطار. فبعد ما عجنتها وبعد ما خلصت المطبخ هتشوفوا يعني ايه اللي حصل وهعرفكم عملت فيها ايه. المهم مسكت بقى بوايد دي اللي عندي، نخلتها كويس، حطيت عليها باكو بيكنج باودر، مش باكو يعني اقل من باكو، معلقتين كبار بيكنج باودر، وحطيت عليها كمان رشة سكر، وحطيت عليها معلقة خل، وحطيت عليها كام معلقة زيت. وكل ده بقى نقلتهم في البولة دي، عشان البولة التانية لقيت ان هي صغيرة ومش هينفع اعجن فيها. وبعد كده بمية عادية بس، وعجنت، ما حطيتش خميرة ولا اي حاجة، هو البيكنج باودر هيقوم معايا بالواجب وبس. وعجنتها بقى وركنتها ترتاح، وقلت بقى عبال ما ترتاح هكون انا حضرت ايه، يعني جبت شويه حياه ابو ادم جابها لي وهو جاي، وحضرت كمان اكل للولاد. دي ولاعه انا جايباها للبوتاجاز عشان ما بعرفش اولع الفرن، بولع الفرن بورقه وبتلسعني، فقلت له على ولاعه من اللي هي الطويله دي عشان اقدر اولع الفرن بسهوله. جابها لي، وجبت كمان ورق فويل، وجاب كمان معاه الكيكه دي، رحت مقطعها كده للولاد. بحب قوي ان انا اقطعها واحطها بالشكل ده، بتبقى جميله. الكيكه دي ب10 جنيه بس تحفه حلوه، بتبقى زي سويس رول كده. فرحت مقطعه بالشكل ده ومقدمها لهم، وغرفت كمان غدا للناس اللي ما اتغدتش. وقلت بقى ايه ارجع تاني بقى للعجين، بس برضه هقول لكم ايه اللي حصل بعد كده. حطيت لهم بقى الغدا، كان غدا على السريع كده. كنت حاطه عملت مكرونه بصلصه، وكان عندي شويه كبد كده كان من قبلها بيوم، كبد وقوانص، رحت مقلباها على المكرونه وحطيت عليها اللي هو الصوص الحراق ده، خلى طعمها تحفه. غرفت بقى للولاد ياكلوا، واللي في الدرس بقى قلت لما هم يجوا بياكلوا عادي. وقلت بقى ايه ارجع اشوف انا هعمل ايه. كان قدامي بقى البوتاجاز، والبوتاجاز طبعا انا غسلته، يعني يعتبر دي 3 مرة ليه غسيل، وغسلته هنا مرتين، بحيث ان انا رجعته بقى، انا عايزاه يرجع زي الفل زي ما كان نظيف، مش عايزاه يبقى بهتان زي ما كان بهتان الايام اللي فاتت. فجبت شويه مسحوق بودره، المسحوق البودره بيبقى حلو قوي في غسيل البوتاجازات. عايزه اقول لكم انه بيلمع وبيدي لمعه كده، وبيطلع اي حاجه لازقه كده في البوتاجاز او اي دهون بيشيلها على طول. فدعكته كده، قلت اطلع اللي فيه اول حاجه
وامسح وانشف كويس. ورحت راجعه كمان مره حاطه من اول وجديد شويه مسحوق برضو، بس حطيت عليهم شويه كلور. ودعكت بقى البوتاجاز كله، عايزه اقول لكم راح بيبرق. وكنت غاسله طبعا اللي هي الحوامل بتاعته، كنت كمان غسله الفواني بس مش مصنفراها، غسلاها ورحت لفها بقى باللي هو الورق الفويل اللي وقتها جابهولي ده، لفتها بيه. على فكره العلبه دي بقت غاليه، الاول كانت ب 8 جنيه و10 جنيه وب 18 جنيه، غاليه قوي دلوقتي اللي هي علبه الورق الفويل دي، مش عارفه على ايه يعني. بس المهم رحت لفاه كده وغسلته كله وخليته زي الفل. يا سلام على الراحه النفسيه. بس انا حاسه فعلا ان هو واطي، بس انا معليته بالطوب قبل كده بقيت مش عارفه يعني الموضوع ده بقى يضايقني في النظافه. الطوب حوالين الطوب بيبقى مثلا عايزه انضف تحت الطوب، مش عارفه انضف تحت الطوب فالموضوع ده ضايقني. مش عارفه اجر البوتاجاز مثلا واجيب من وراه بسبب انه واقف على طوب. فانتوا لو عندكم طريقه تعلوا بيها البوتاجاز قولوها لي. انا عامله على فكره البوتاجاز على الاخر، يعني انا معلياه وعامله الاوكر بتاعته كده ومخليها على الاخر، بس برضو هو واطي، حاسه ان هو واطي كده. لو عندكم فكره ان هي تعلي البوتاجاز بيها غير اللي هي مثلا لو في حوامل مخصوصه مثلا ممكن اجيبها او كده، او حد جربها يكتب لي في الكومنتات، وانا ان شاء الله باذن الله هجيبها واعملها معاكم يعني. بس فانا مسكته بقى لمعته كده ودعكته وخليته زي الفل. وقلت بقى خلاص انا كفايه عليا كده النهارده، بعد ما كنت بقى لسه هعمل القرص لقيت نفسي مش قادره، رجلي وجعتني وتعبت كده من كتر الشغل. فقلت لنفسي لا خلاص مش هضغط على نفسي. عملت ايه بقى في العجينه؟ رحت ماسكه العجينه ورحت حطها في كيس ورحت مدخلها الفريزر. مش هيجرى لها اي حاجه على فكره، هطلعها تاني يوم او حتى تالت يوم عادي جدا، هسيبها تفك وهحشيها واخبزها وتبقى زي الفل، مش هيجرى لها حاجه يعني. فاما لقيت نفسي مش قادره وعايزه ارتاح قلت لا انا ارتاح، وهو كده كده عملت لهم الغدا واديت لهم حاجه حلوه والدنيا يعني كده تمام، وكفايه عليا النهارده الكلام ده. ويبقى خلي بقى القرص والعجين والكلام ده في وقت تاني. بس وادي شكل البوتاجاز اهوت، ومع الف سلامه، وتقابل فيديو جديد.